بداية موسم يعول فيها كلبة على عدد من العناصر الجديدة. خبرني عن استعدادات الفريق وماذا يبحث كلبة من خلال هذا الموسم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اللهم لك الحمد. كان معسكر بدايه اعداد، كان معسكر ناجح بقياده المدرب رازوفيتش. في بدينا طبعا في كلبة هنا في الاول من شهر 7 وثم انتقلنا الى معسكر سلوفينيا. اعداد كان قوي. طبعا في بعض اللاعبين تاخرون شوي في المعسكر على اساس التعاقدات والامور هذه، لكنهم جاهزين الحمد لله. نأمل أن يكون موسم، ونأمل أن يكون انتداباتنا هذا الموسم أقوى. نقدم الشكر للي كانوا معنا في الموسم الماضي ولم يستمروا معنا، لكن الحمد لله مستبشرين خير. لا زال الباب مفتوح لانتدابات قليلة في بعض المراكز، وزي ما تفضلت وأشدت بالانتدابات اللي جبناها احنا مؤخرا، إن شاء الله تكون فعل خير وتدعيم للفريق ومستبشرين خير. الحمد لله عندنا اليوم الحارس مؤهل، سلطان المنذري مؤهل انه يكون الحارس الموسم اللي فات. نعم. ايضا ولدنا احنا نقول مهدي قائدي ان شاء الله بعد يتوفج في انه يكون افضل لاعب. فانتداب معناته احنا انتداباتنا ولله الحمد، معناته اختياراتنا طيبه. ساعه كره القدم فيها توافيج، يعني ممكن احنا بدينا ولله الحمد العام الماضي بدايه طيبه يعني واطمأنينا كثير للفريق، ولكن تعرف كره القدم تمر بعض الظروف، بعض المشاكل، بعض الاصابات، يعني الطرد ياثر، خطط تحكيم، امور كثيره. يمكن الاخوان ادرى فيها في الامور الفنيه هاي اكثر مني انا، لكن الحمد لله متفائلين بموسم طيب ان شاء الله، واعدادنا قوي والامور طيبه الحمد لله في بدايه هذا الموسم الحمد لله.